سلام البنات. جيسبر تكونوا بيان. اليوم جيتكم بوصفة تاع الافخاذ الدجاج في الفرن. هاد الوصفة، هاد الافخاذ يجوا بزاف بنان وطريين وحاجة خفيفة في هاد الصيف. مع البطاطا تاع كنت طيبتها في الفرن. رافقتها مع هاد الافخاذ. اقعدوا معايا تشوفوا الوصفة، هاد الافخاذ كيفاش نطيبهم، ودوك نروحوا للمقادير. اقعدوا معايا تشوفوا الوصفة. البنات، في الوصفة تاع اليوم نحتاج أفخاذ الدجاج على حساب أفراد العائلة. هاد الأفخاذ أنا كنت تبلتهم من قبل، درت لهم شوية كركم وشوية عكري وكمون والتوابل الخاصة بالدجاج، شوية فلفل الكحل وملح بيان سور. وحطيتهم في الفريجيدار، باتوا ليلة كاملة، واليوم راني جبتهم باش نخدم بيهم. عندي في صوص تاع توم كنت نقيتهم، عندي مغرف صغيره تاع موطارد، وعندي ربع كاس تاع لاتاي خل، وعندي نص كاس زيت عادي، وعندي هنايا زوج مغارف فارينه راح نرمد فيهم هاد الافخاذ. دوكا انا ندير هاد الخليط تاعي اللي نص كاس زيت وربع كاس خل، ونزيد معاهم هاد الموتارد وهاد الثوم، ونخلط هاد الخليط مليح. هذه هي الخلطه اللي تخلينا الافخاذ تاوعنا هاد الكويس يجونا طريين ويجونا بنان. وبيان سور اللي تحب تبل هاد الافخاذ في هذاك النهار تبلهم ودير لهم هاد الخلطه وتخليها كامل تقعد ساعه ولا زوج سوايع في الثلاجه. انا كنت تبلتهم ليله من قبل، ودوك راح ندير لهم هاد الخلطه. دوك نرمد هاد الافخاذ في الفارينه، اللي كويس تاوعي نرمدهم في الفارينه هكذا، ونرمدهم مليح في الفارينه. هاد الفارينه كنت رشيتها بشويه ملح برك، ماشي بزاف، غير رشه خفيفه، واني نرمد فيهم كما راكم تشوفوا. ومن بعد كي نرمد هاد الافخاذ هنايا نروح نجيب بلاطو اللي يدخل للفوغ. راك تشوفوا كيفاش رمدتهم كامل هاد الافخاذ. هاد الفرينه تعطينا قرمشه من الفوق وتبقاو لنا طريين من الداخل. جبت هذاك البلاطو، دوك ندير فيه هذيك الخلطه اللي درتها من قبل، الخليط اللي كنت درته من قبل تاع الزيت والخل والموتارد. دوك ندير شويه من تحت نمشيه كامل، ونحط هذوك الافخاذ تاوعي. هاد الوصفه سهله وحاجه خفيفه في هاد الصيف. دوك نحطهم ونزيد فوقهم هذيك الخلطه النص اللي بقالي نتاع الخلطه تاعي، نزيدو من الفوق ونرمدها مليح ونغطيها بابي فيلم. ونخليها 10 دقائق في الفريجيدار. انا حنخليها 10 دقائق في الفريجيدار باسكو كنت ديجا هاد ليكويس تاوعي تبلتهم ليله من قبل، واللي تبلهم هذاك النهار دير لهم هاد الطريقه وتخليهم زوج سوايع في الفريجيدار، ومن بعد باش تدخلها طيب. انا دوك نغلفها بابي فيلم ونديرها في الفريجيدار 10 دقائق برك باش تشرب لي انايا الكويس تاوعي راهم متبلين ديجا مليح. باش تشرب لي غير يدخل لي الخلطه اللي درتها، تدخل لي في الكويس تاوعي. نديرها غير 10 دقائق في الفريجيدار. وكما قلت لكم اللي تكون ماشي متبله الدجاج من قبل تخليها حتى زوج سوايع، دير لها تبلو كامل، ودير الدجاج هذاك لي زيبيس وتبلو كامل، وديروا في هذه الخلطه وتدخلوا الفريجيدار زوج سوايع باش تجبدوا باش يشرب لها مليح هذيك الخلطه. وهكا كي طيبوا يجيها طري من الداخل، ما يجيش ناشف، يجي طري. هنايا كما قلت لكم دوك انا هنايا راح ندخلهم للفريجيدار 10 دقائق. وكي نخرجهم هنا من الفريجيدار نغلفهم نغلفهم بابي الومنيوم وندخلهم للكويزينيير يطيبوا لنا.
يطيبوا واحد 20 دقيقه 40 دقيقه على حساب الدجاج، على حساب كميه الدجاج اللي عندكم، وتعرفوا بلي الدجاج ما يديش الوقت. ودوكا هنايا نجيو للبطاطا تاعنا، راني قطعتها هنايا، قطعتها شويه خشينه. ودوك ندير لها الزيت، ندير لها زيت الزيتون. البطاطا تاعي راح ندير لها شويه زيت الزيتون قد مغرف هكا، وراح ندير لها الخل. هنا هاد البطاطا تاع باش طيب لنا خير ما نقليوها وكامل نديروها تان في الفوق وتجي بنينه، تجي انديغي مقليه بصح هي تجي حاجه صحيه اكثر. هنايا درت شويه خل، مغرف خل تان، وندير هنايا الفارينه. هنا هاد البطاطا ديجاني حطيت لها في سيستهم، كنت عبستهم هكا وحطيتهم. وهنايا درت مغرف فارينه والملح، وندير الملح تاني، وندير شويه ملح، وندير تان فلفل الكحل، ندير فلفل الكحل هنايا ونخلطها مليح. نزيد له هنايا شويه فلفل الكحل. والتوابل يبقاو حاجه اختياريه، اللي حب كاش حاجه في التوابل يزيدها معليش. انا درت غير الفلفل الكحل هنايا، ونخلطها مليح في هذا البول. ومن بعد تاني نجيب البول اللي يكون، نجيب بلاطو تاع كويزي يدخل كويزينيير، ونحطها فيه، نغلفها بالومنيوم وندخلها تان طيب، ندخلها هي تان طيب قدام هذاك الدجاج، نخليهم الزوج يطيبوا مع بعض. ومن بعد كي يطيبوا نجبدوهم ونحو لهم هذاك البابي الومنيوم، ونحمروا، نخليهم يتحمروا، نشعلوا لهم من الفوق ونخليهم يتحمروا. هاوليك داك الدجاج بعد ما خرجته هنايا. وهنايا هاوليك الدجاج بعد ما تحمر لي كنت نحيت له هذاك البابي الومنيوم وخليته يتحمر. والبطاطا تاع نحيت لها البابي الومنيوم وخليتها تتحمر. وهاوليك مع الاخر شوف كيفاش جا طري من الداخل، شوف كيفاش محمر من الفوق. هذيك الفارينه تعطي له واحد القرمشه من الفوق، والبطاطا تان تجي تقرمش وتجي طايبه وطريه وبالصحه والراحه. هذا هو البلا تاعنا تاع اليوم، خفيف ظريف. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك والجيم للفيديو. وباي، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.